الحاجة أميمة محمود. الصوت كده كويس؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي أميمة محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية أمة الحبيب في شبرا. الجمعية دي جمعية خيرية بتساعد الأيتام والفقراء والمرضى. احنا بسبب ان احنا أيدنا الفريق أحمد شفيق أعلن الحرب علينا. هقول لكم الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة، كل الوسائل بيتبعوها معانا حتى هذه اللحظة. الحمد لله هم منعوا بنك الطعام علينا رسمي بجواب رسمي، وبنك الطعام قال ان احنا منعنا الاكل عشان انتوا قمتوا بتوكيل لاحد المرشحين. فمين هم احد المرشحين؟ تاني حاجة الاسر الايتام ومرضى الفشل الكلوي والسرطان راحوا لبنك الطعام ليلة رمضان علشان يقولوا لهم رجعونا الاكل. طلع واحد اسمه محمد عباس، وانا بقول اسامي علشان يبقى لو حد من الاخوان واقف، اللي قال ان بنك الطعام هو الاخوان يرد عليا ويوصل الرسالة دي. طلع محمد عباس قال لهم شوفوا لنا الامن يرمي الايتام بره، هم دول الاخوان المسلمين. طلع واحد اسمه محمد منسي من بنك الطعام وقال احنا حرين، احنا ندي اللي نديله وما نديش اللي احنا عايزينه، احنا بالعربي بنجبي عليكم. يطلع يا ريت الساده المسؤولين والسيده شهيره المهدي اللي قالت لي في التليفون تحذير يا أميمة ان الموضوع وصل للاعلام، هنمنع الطعام عن الايتام. يا طب هم على فكره والله العظيم الايتام راحوا واقسموا يمين الله ببنك الطعام احنا مش عايزين، لو هو بالذل يا اخوان يا مسلمين مش عايزين. يا جماعه يا ريت نفتح دماغنا كويس. القضيه مش قضيه سياسه، القضيه ايتام، القضيه اكل ناس بتموت، القضيه اكل ناس بتدور في الزباله وبتاكل. اتقوا الله شويه، اتقوا الله يا شعب مصر، اتقوا الله مصر كلها تخرج. مرسي لا، مرسي لا، كفايه الذل اللي بنشوفه كل يوم، انتوا مش حاسين بحاجه. خادمه مصر الاولى اللي قالت خادمه مصر الاولى، كنا في اسكندريه قبل رمضان ب4 ايام والطريق اتقفل، وبعدين بقول للظابط في ايه؟ قال لي السيده رئيسه مصر الاولى جايه ب7 عربيات اسكندريه. ادي مصر خادمه مصر الاولى دخلت محل حلويات، دخلت محل حلويات. بقول لها يا نجلاء عيب عليكي يا خادمه مصر الاولى، يا اللي اشتريتي كيلو الشوكولاته ب400 جنيه والتورتايه ب600 جنيه، والبياع قال لي اوعي تقولي لا تضيعيني، وشعبك يا اللي جايه خدامه لمصر وشعبك بياكل من الزباله. اتقوا الله شويه فينا، اتقوا الله يا بنك الطعام فينا، اتقوا الله يا جمعيه رساله اللي خلوكوا اخوان فينا. جميع الجمعيات قطعت التعامل مع جمعيه امه الحبيب في شبرا. مش مهم امه الحبيب، لانها امه الحبيب غصب عن المرشد وغصب عن خيرة الشاطر. هو الحبيب وهو رسول الله، واحنا هندافع عنه. يا اخوان يا مسلمين، يا اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليكم هيجيء قوم من امتي يجعلون القران تجاره.
انتوا بتتاجروا بالدين يا اخوان يا مسلمين. اتقوا الله، اتقوا الله. يوم ما بكيت وقالوا بكيت في الحرم، بكيت عشان سمعت واسكناهم مساكن الظالمين. نسيت تكمل الآية يا محمد يا مرسي، لنضرب لك الأمثال. انت فين؟ ده احنا بنفكرك، اوعى تنسى نفسك. بس لأ، هاتوا عليه وقولوا بيعيط. بيعيط على ايه؟ بيعيط على ظلمه لشعبه، ولا بيعيط على تزويره، ولا بيعيط على ان هو ضغط على مصر هيولع في مصر؟ انا مش عارفه هيولع فيها ازاي. اذا كانوا هم 2 مليون فاحنا 88 مليون. واذا كان راح عبد الناصر غدر، وراح السادات غدر، وراح عمر سليمان غدر، مصر ولادة بملايين، وهيجي مليون عمر سليمان، هيجي مليون أنور السادات، هيجي مليون جمال عبد الناصر. وكفاية كفاياك وضلال. أبسط حاجة النهاردة يا جماعة في شبرا حصلت وقعة النهاردة، خرج الناس يشيلوا الزبالة، وبعد ما خرجوا وشالوا الزبالة اللي هم عمال الزبالة، جه حزب الحرية والعدالة وهو لابس تيشيرتات الحرية والعدالة، وبعد ما نظفوا بيمسك منهم المقشات وبيقول لهم عشان نتصور ونرفعها على اليوتيوب. هم دول الإخوان المسلمين، هم الضلال كله، هم الضلال كله، هم الضلال كله اللي بيوقفوا لي بلطجية. أنا الحمد لله بفضل الله وقفوا بلطجي من أسبوع بفضل الله. قال لي أقذر كلام، سبني بأمي وأبويا، سبني بأهلي، سبني بشرفي، وأنا بلم أكل بجمعه للأيتام. ومريت على الإخوة هنا في المنصة قلت لهم بصوا أنا جامعة أكل وجاية الساعة 5 الفجر وبجمع أكل للأيتام لأن بنك الطعام قطع. فإن شاء الله اللي رزق بنك الطعام واللي رزق رسالة واللي قطعوا علينا هو رب العالمين، وهو مش هينسانا، هو اللي خلقنا ومش هينسانا. بقول لمحمد مرسي كفاياك بقى، كفاياك بقى، كفاياك أكل جمبري ب 6000 و 8000 في الفور سيزون. أنت وخيرت الشاطر وبديع اتقوا الله في الشعب المصري شوية. الناس بتاكل فول وانتوا بتاكلوا تورت وبتاكلوا شوكولاتة. وبقول للإخوان المسلمين ولشبابهم يا ويلكم من الله، ضليتوا الطريق بس اعرفوا دي بدايتكم، بداية النهاية، دي نزولكم إن شاء الله بإذن الله. محمد مرسي، محمد مرسي، محمد مرسي، والبديع، 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 خيرات الشاطر، خيرات الشاطر، خيرات الشاطر، صفوة حجازي، صفوة حجازي، صفوة حجازي. هقول لكم موقف على صفوة حجازي وهو يسمعني. هديكوا عنوان الجمعية. أنا كنت السيدة الوحيدة اللي سافرت مع الإعلامية وسافرت مع قناة الفجر الفضائية علشان جائزة واعتصموا النسائية بليبيا. يا ريت كل الناس الموجودة لو يقدروا دلوقتي على النت ينزلوا لنا واعتصموا النسائية في ليبيا مع عائشة القذافي. اقول له يا دكتور صفوت عيب عليك، ده انا الحاجة أميمة، ومفيش الا انا الحاجة أميمة اللي كنت الست الوحيدة الممثلة الوحيدة لمصر، جمهورية مصر العربية. انتوا اللي كنتوا بتقدموا فروض الولاء والطاعة لعائشة القذافي وللقذافي. كان مقابل ايه؟ مقابل الملايين اللي بتاخدوها، وبعد ما خدتوا انقلبتوا وقلتوا اقتلوا القذافي، اقتلوا القذافي. انتوا مين؟ انتوا مين يا اخوان يا مسلمين؟ انتوا ايه بالظبط؟ فين المبادئ؟ مبادئ السمع والطاعة؟ انهي مبادئ؟ هي السمع والطاعة حتى في الضلال. بصوا انتوا بتزوروا حلو قوي،
انتوا بتسرقوا حلو قوي، انتوا كدابين حلو قوي. انا بنتي يوم 25 يناير نزلنا اليوم 28 يناير لحد ما جالها طلقه في كتفها. بقول للكلاب، مش هقول عليهم الا كلاب، الاخوان المسلمين، ما شفتش واحد منكم، ما شفتش واحد منكم اتقوا الله. والاخوان المسلمين اللي موجود اللي جايين يجسسوا، اتقوا الله يا اللي واقفين، ويا ست ابريل يا اللي واقفين. مصر اكبر منكم، الكيان المصري اكبر منكم. مصر مش هيهزها 2 مليون. مصر دولة عربية، مصر بينحني ليها زي ما انحنى كلينتون وقال اني انحني لهذا الرجل حتى لو في قبره، فانحنى لانور السادات. اتقوا الله في مصر، وان شاء الله باذن الله هنلتقي تاني. حتى لو انا اختلوني، في مليون مصري، في مليون اميمه، في مليون جمعيه امه الحبيب. ان شاء الله باذنه هو، ان شاء الله هتقوم باذن الله، وهنلتقوا بيكم واحنا فايزين باذن الله. شكرا.